بدايل الموتوسيكلات الغاليه في السوق المصري. يعني لو انت كان عينك على موتوسيكل معين ومعكش الفلوس بتاعته، فانا هقول لك على البديل بتاعه اللي هيقدم لك تقريبا نفس التجربه مع فرق السعر بين الاثنين. وكالعاده من غير كلام كتير، انا معاذ سعد دي قناه موتور، ويلا بينا نبدا في الفيديو على طول. المره دي على غير عادتنا من السلسله دي، هنبدا من الموتوسيكلات من الارخص للاغلى. وبالمناسبه الموتوسيكلات اللي هتكلم عليها النهارده هي تقريبا نفس الموتوسيكلات اللي اتكلمت عليها في الفيديو اللي فات، اللي هي افضل 5 موتوسيكلات في السوق المصري. بس يعني لو انت معكش الفلوس بتاعت الموتوسيكلات دي، ايه البديل بتاعها او ايه الحاجه اللي هتسد مكانها وهتديك برضو تجربه كويسه. خلينا نبدا باول موتوسيكل، هو التي في اس اتش ال اكس 150 سي سي. الموتوسيكل ده زي ما قلت ان هو موتوسيكل مميز جدا ومش هنتكلم عنه كتير. البديل بتاعه من وجهه نظري هو الفيجوري 26، موتوسيكل صيني بيقدم تقريبا نفس التجربه بتاعت التي في اس، لكن الفكره ان هو صيني فالكواليتي بتاعته اقل حاجات بسيطه. لكن في النهايه لا، الموتوسيكل ده برده كويس وبتاع شغل وحمال اسيه. ويمكن كمان عاجبني فيه ان هو بينزل بانجن جارد وينزل باشكال كويسه جدا والوان كويسه جدا، يعني بتخلي معظم الشباب اللي هو بيدور على حاجه للشغل وكده يفكر في الموتوسيكل ده ان هو شكله افضل شويه من التي في اس. يعتبر هو نفس التصميم لكن بالوان مختلفه شويه، وزي ما قلت لك بانجن جارد. وبرده الموتور بتاع الموتوسيكل ده ناعم وبيديك اداء كويس جدا جدا. القطع الغيار بتاعته متوفره، وفي نفس الوقت هتقلل شويه في السعر بتاع 8000 جنيه تقريبا، الفرق بينه وبين التي في اس اتش ال اكس. بشكل عام لو انت كان نفسك تجيب التي في اس ومتضايق ان انت هتجيب الفيجور 26، ما تقلقش، هو هيديك تجربه قريبه جدا 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 من الموتوسيكل الهندي. تاني موتوسيكل هتكلم عليه وهو الهوجن اف 250. زي ما قلنا برضه في الفيديو اللي فات، الموتوسيكل ده من اكتر الموتوسيكلات مميزه في الفئه بتاعته، يعتبر هو افضلهم. ولكن لو انت معكش الفلوس بتاعته فقدامك خيار تاني وهو فيجوري في ار 200. الموتوسيكل ده الصراحه انا شخصيا معجب بيه جدا في حاله واحده بس، لو الموتوسيكل ده اثبت مع الوقت ان الموتور بتاعه ما فيهوش مشاكل. هو الصراحه بقى له مثلا نازل في السوق، بقى له داخل في سنه تقريبا وما ظهرش ان في مشاكل كبيره. تاني حاجه ان القطع الغيار بتاعته تكون متوفره بشكل كبير. لو الاثنين دول بقوا موجودين في الموتوسيكل، انا اصلا بعد كده هرشحه عن الهوجن اف 250. وحاجه اخيره برده، لو بقى الموتور بتاعه 250 سي سي بحيث ان هو يكون بيديك نفس القوه بتاعه الهوجن اف 250. طيب انا بفضله ليه؟ لان يعني هو اولا موضوع الشكل بتاعه بالنسبه لي انا افضل شويه، ولكن النقطه الجوهريه في الموتوسيكل ده هي المساعدين الاماميه بتاعته، مساعدين مقلوبه والقطر بتاعها تخين شويه، فهيديك تجربه احسن على الطريق بكتير. ده غير طبعا الاضاءه بتاعته بتنزل باضاءه ليد، الهوجن اف 250 بينزل باضاءه هالوجين. دول حاجتين اساسيين انا شايف ان هم فرق بين الاثنين. وفي نفس الوقت الموتوسيكل الفيجوري سعره اقل شويه من الهوجن اف 250. طبعا موتوسيكل الهوجن اف 250 بالذات ليه بدائل كتير جدا، عندك ال 250، عندك الفيجوري في ماكس، عندك الفيجوري في ار 200 سي سي، في برضه فيجوري في ال ار وفيجوري في ال ام. لكن انا بتكلم على الحاجه اللي هتديك اقرب تجربه من نفس الموتوسيكل ده. نروح تاني الموتوسيكل اللي هنتكلم عليه وهنطلع بقى بفئه شويه بخامات انضف شويه، وهو التي في اس ال 160 4 صباب. الصراحه الموتوسيكل ده انا بعتبرهم افضل موتوسيكلات في الموجوده في مصر دلوقتي، بيقدم قيمه مقابل سعر. طيب لو انت معكش الفلوس بتاعته ففي بديل تاني خافي شويه، هو الصراحه منتشر في اسكندريه بشكل كبير لكن في القاهره وبقيه المحافظات مش منتشر قوي، وهو الهوجن ايفو. الموتوسيكل ده الصراحه انا عايز في اقرب وقت ان انا اعمل عليه مراجعه، لكن بس الوقت مش سامح الفتره دي. الموتوسيكل ده زي ما قلت لك في اسكندريه منتشر جدا، الشكل بتاعه رياضي وشبابي وشباب كتير جدا تحب تركبه، وهي يعتبر واخد شكل الموتوسيكلات الهوندا فئه السي بي. مش هطول في الكلام كتير عن الموتوسيكل ده لان انا لسه ما عملتش عنه مراجعه، فمعلوماتي عنه مش كبيره قوي. لكن حتى لو الموتوسيكل ده مش موجود قدامك فبرضه في بديل تاني، وهو من نفس شركه تي في اس، تي في اس 160 سي سي بس 2 صباب. اللي انا اتكلمت عليه من شويه ده الاربعه صباب، لكن في بديل تاني الشركه لسه منزلاه قريب برضه، انا عامل عليه مراجعه هتلاقيها في القناه ممكن تخش تشوفه، وهو التي في اس 160 سي سي 2 صباب. طبعا الفرق الكبير بين الموتوسيكلين في المواتير والميكانيكا بتاعتهم مختلفه شويه، وطبعا الديزاين بتاع الموتوسيكلين مختلف عن بعض، لكن في الاخر بيديك نفس الشيب بتاع موتوسيكلات تي في اس. بيديك موتوسيكل برضه خامته هنديه وقويه وتستحمل معاك. قطع الغيار بتاعته المفروض انها تكون متوفره. هي طبعا موتوسيكلات تي في اس بقى ممكن تلاقيها بعد كده بتاخد من بعضها قطع غيار مفيش اي مشكله، لكن في النهايه الموتوسيكل هيديك برضه تجربه الى حد ما جيده. احنا الحمد لله عملنا ستور جديد اسمه جير هاب، يشمل جميع احتياجات البايكرز. هتلاقي اللينك بتاع الستور في الديسكربشن تحت الفيديو، انزل تابعنا عليه عشان دعمكم في البدايه هو اللي يفرق معانا جدا. وخلينا نروح على موتوسيكل رقم 4. نروح بقى رابع موتوسيكل، وانا ما كنتش قلت في الفيديو اللي فات ان هو احسن موتوسيكل في مصر في الفئه بتاعته، لكن هو الصراحه من الموتوسيكلات المميزه جدا جدا جدا، وشباب كتير الشباب الرايقه حابه ان هي تجربه او بيبقوا حابين الستايل بتاعه، وهو الزونتس جي 1 155. الموتوسيكل ده من اكتر الموتوسيكلات المميزه في مصر بالستايل بتاعه والشكل بتاعه. وطبعا موتوسيكلات زونتس بتنزل فول اوبشنز، مفيش حاجه انت محتاجها مش هتلاقيها في الموتوسيكل يعتبر، فهو موتوسيكل مميز ولكن سعره ضرب دلوقتي اليومين دول. فلو انت عاجبك الستايل بتاع الموتوسيكل ده ممكن تنزل شويه لموتوسيكل فيجوري في 250. انا ما اعرفش هو فيجوري في 250 ولا فيجوري ماكس 250،
المهم يعني هو في منه 200 سي سي وفي منه 250 سي سي. الموتوسيكل ده الصراحه بيقدم تجربه كويسه جدا، وفي بعض الحاجات كده اللي عجباني زي ان الستايل بتاعه بيديك نفس ستايل الكافي ريسر، الكرسي بتاعه جلد كده وشكله كويس، الوان الموتوسيكل نفسها شبابيه وجميله، الفانوس اللي قدام ليد بعدسات كده بيدي اضاءه كويسه على الطريق، علبه الشكمان بتاعت الموتوسيكل الفيجوري صوتها جميل جدا. يعني بشكل عام بدون كلام في تفاصيل كتير، لو انت كنت بتفكر تجيب الجي 1 ومعكش فلوسه، فالموتوسيكل ده انا الصراحه شايف ان هو مناسب جدا كبديل للجي 1 كستايل، كفكره ستايل بعيدا عن الامكانيات نهائي. خلينا بقى نروح الموتوسيكل الخطر وهو التي ام تي 250 سي سي. للاسف الموتوسيكل ده عشان تلاقيه منافس مباشر ليه مفيش في السوق المصري دلوقتي يعتبر. الموتوسيكل ده زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات بيقدم لك تجربه قويه جدا وامكانيات جميله، ولكن لو انت معكش الفلوس بتاعته فهتنزل موتوسيكل تحتيه، وهو الصراحه لا يقل جوده عن موتوسيكلات تي ان تي. هو يمكن الكواليتي بتاعت الموتوسيكلات دي اعلى شويه، ولكن هو امكانيات اقل. معرفش انت هتفهم قصدي ولا لا. يعني قصدي ان الموتوسيكل ده في فئه وده في فئه ثانيه اعلى شويه. الموتوسيكل اللي انا بتكلم عليه وهو التي في اس 200 سي سي. الموتوسيكل ده شباب كتير جدا بشوفهم بيتكلموا على الجروبات انهم بيقارنوا بينه وبين التي ان تي 250، لكن طبعا المقارنه دي ما تصحش لان فرق السعر بينهم كبير جدا، تقريبا داخل في 30,000 جنيه ولا حاجه، فكل واحد فيهم هيديك تجربه مختلفه عن الثاني. لكن لو انت عايز حاجه قويه شويه وعايز حاجه تديك تجربه ممتازه على الطريق، موتوسيكل قوي التسارع بتاعه جميل، هيديك توب سبيد ممكن توصل معاك مثلا ل 140 145 كم في الساعه، الاداء بتاعه يكون مستقر على الطريق عند سرعه 125 كم في الساعه. يعني الصراحه انا من المعجبين بالموتوسيكل ده، من اول الديزاين القوي بتاعه، بينزل مساعدين اماميه ياباني من شركه شوا، وبشكل عام في تفاصيل كتير جدا ممكن نتكلم عليها في الموتوسيكل ده، ان شاء الله ممكن نعمل له برده مراجعه في المستقبل. لكن لو انت بتفكر في الموتوسيكل شبابي ورياضي ويديك تجربه قويه، فالاباتشي 200 من شركه تي في اس هيكون خيار كويس جدا بالنسبه لك. الموتوسيكل السادس والاخير وهو زونتس تي 350 سي سي. طبعا الموتوسيكل ده انا قعدت افكر كتير ايه البديل اللي موجود ليه في السوق، ما لقيتش بديل او الموضوع صعب شويه، ولما طال بيا التفكير شويه جه في دماغي موتوسيكل الداين ال 300 اكس اف او اف اكس، يعني مش متذكر اسمه بالظبط، لكن الصراحه ده هيديك تجربه وده هيديك تجربه ثانيه خالص. الفرق بين الاثنين كبير جدا، فما اظنش ان انت لو بتفكر في الموتوسيكل ده دماغك هتروح الموتوسيكل ده. عادي هو كل واحد يعني ودماغه كل واحد وذوقه في الموتوسيكلات، لكن ده بيديك تجربه وده بيديك تجربه مختلفه خالص. فلو انت بتفكر في زونتس تي 350 في حل من الاثنين. اول حاجه ان انت ممكن تدور على زونتس تي 310 مستعمل، هتلاقي ان الموتوسيكل ده حاجه في رينج سعر من مثلا معاك من اول 100,000 لغايه 120 130,000، ممكن تكون حاله نظيفه جدا جدا. الموتوسيكل ده 140,000 جنيه، ما اظنش ان هو هيزيد عن كده. وبرده ممكن نفس الموتوسيكل زونتس تي 350 بس تدور بقى في الحاجات المستعمله من نفس الموتوسيكل ده. وبشكل عام جميع الموتوسيكلات اللي اتكلمت عليها قبل كده، لو انت معاك كاش ومش عارف تجيب الموتوسيكل اللي انت نفسك فيه جديد، عادي ممكن تتجه للمستعمل في الحالات الكسر الزيرو والحاجات دي. عايزك انت تقول لي برده من وجهه نظرك ايه البديل مناسب للموتوسيكل زونتس تي 350، لان انا فعلا الصراحه قعدت افكر كتير مش لاقي له بديل كويس في السوق. وبكده نبقى وصلنا لنهايه الفيديو. لو انت عجبك السلسله دي وعايزنا نكمل فيها ارزع اللايك بتاعك وقول تحت في التعليقات. وبس على كده انا معاذ سعد، دي قناه موتور، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.